You want to say something really scary? We live in a world where society has poisoned the souls of men. It hovers over them like a dark cloud, and they can't do anything about it, because they're just the regular, everyday working class. People like me, they get down on their hands and knees, and they whisper these little lies and secrets into their ears. But I have a secret of my own. Catching flies in his mouth. And what are you gonna do when they decide it's time? We are the ones. When they start to. واخيرا جه ميعاد العشاء الاخير. انتوا يمكن شفتوا تلميحات كتيرة في الفيديوهات اللي فاتت عن العشاء الاخير، وان ميعاد العشاء الاخير خلاص بيقرب، بس مع الوقت برضو فهمتوا ان ميعاد العشاء الاخير ده خاص بيا انا، ويندم لورنس روتاندا المعروف ببري وايت، واللي كانت ليا قصة جميلة جدا داخل الدبليو دبليو اي. بداياتي من الدبليو دبليو اي من عام 2010 لحد وفاتي في شهر اغسطس عام 2023. حاجات كتيرة قوي حصلت في الدبليو دبليو اي انا حابب اتكلم عنها، حاجات كتيرة مخفية واسرار وغرايب ما كانتش واضحة عني. فانت لو كنت من محبين بري وايت فانت هتستمتع جدا بالقصة دي. انت ممكن تعتبرني الشخص الظلام اللي كان موجود في الدبليو دبليو اي، الشخص اللي بيثير الرعب، اللي بيخوف خصومه، ولكن النهاردة ومن القصة اللي انا هحكيها انا متأكد ان وجهة نظرك هتتغير عني تماما. فاستمتع، لان ده هو العشاء الاخير لبري وايت، وبعدها ما اعتقدش انك هتقدر تسمع عني اي حاجة تاني. البداية جات مع اتحاد FCW. الاتحاد ده وقتها كان تابع للدبليو دبليو اي، او بالاخص كان عامل زي NXT كده. كانت الدبليو دبليو اي لما بتتعاقد مع اي نجم جديد بتبعته للاتحاد ده علشان يقدروا يقيموا موهبته وهل يصلح للدبليو دبليو اي ولا لا. وانا هناك بصفتي من عيلة محبة للمصارعة، سواء اخويا بو دالس، سواء ابويا او جدي اللي كانوا مصارعين قبل كده، فانا كمان شغفي كان متعلق بالمصارعة دي. وبدايتي في الاتحاد ده وكانت مع اخويا، وقدرنا نعمل انجاز كبير في الاتحاد ده لما قدرنا نفوز بابطال التاج تيم هناك. علشان اول ما موسم NXT التاني يبدا في الدبليو دبليو اي عام 2010 الدبليو دبليو اي اختارتني ان انا اشارك في الموسم ده. وطبعا كلنا عارفين ان الموسم ده كان كل نجم معاه مدرب خاص بيه، وانا المدرب بتاعي وقتها كان الامريكان نايت مير كودي رودز. وقدمت فتره كويسه في NXT في مركز التدريب، ولفت انتباه كتير جدا من الجماهير والمسؤولين، ولكن سرعان ما تم اقصائي من الموسم ده وخرجت من NXT ورجعت تاني اتحاد FCW. بس انا اتعودت ان دايما ما يأسش، انا لسه في اول الطريق، لسه اقدر اقدم اللي عندي. وقدرت في اتحاد FCW اقدم شخصية جديدة باسم بري وايت، شخصية قد تكون ظلامية على حسب ما الناس فهمت، وقدرت ابدع بيها لحد ما في عام 2012 الدبليو دبليو اي تقرر تتعاقد معايا مرة تانية وادخل NXT. وعلى الرغم من اصابتي الا ان انا استمريت في تقديم البروموهات الغريبة للجماهير، الكلام الغير منطقي اللي مش فاهمه الجماهير، ولكن لقيت ترحاب كبير جدا من الجماهير بشخصيتي وبطريقة كلامي وسردي على الحلبة، لحد ما قدرت اكون العيلة الخاصة بيا اللي هتبدأ معايا كارير الرسمي داخل الدبليو دبليو اي، لوك هاربر وإيريك روين. وقدرنا نطلق علينا اسم الفاميلي وايت، او هي عيلة بري وايت باختصار. وفجأة الدبليو دبليو اي شافت ان انا عندي بذرة نمو وامل كبيرة جدا ان الدبليو دبليو اي تقدر تشوف شخصية ظلامية جديدة تعوض غياب الاندرتيكر المستمر في الفترة دي. فسرعان ما الدبليو دبليو اي بدأت تظهر بروموهاتي في العروض الاسبوعية وتقول ان عيلة بري وايت قادمة للعروض الاسبوعية رو سماك داون، والجمهور كان مرحب جدا بالفكرة. عايزين يعرفوا ايه هو الغموض، مين دول، ايه القناع اللي هو لابسه إيريك روين ده، مين الناس دي، ايه اللي هيقدروا يقدموه داخل الاتحاد. بس انا ما كنتش قلقان خالص من ردة فعل الجمهور، بل بالعكس انا كان عندي الموهبة الكافية والايمان بنفسي الكامل ان انا هقدر اقنع الجمهور ده كله ان بري وايت اسطورة قادمة داخل الدبليو دبليو اي. علشان اول ما نظهر في العروض الرئيسية نبدأ بعداوة مع شخصية تعتبر ظلامية برضو، وهي كين. وقدرنا نهاجم كين بكل وحشية وانا قاعد على الكرسي المتحرك بتاعي زي الملك ماسك المصباح المضيء في ايدي، ولوك هاربر وإيريك روين افراد العيلة بيدمروا في الماكينة الحمراء الضخمة كين، لحد ما بتتحدد اول مباراة ليا في عرض شهري، وكانت في اكبر عروض الصيف في عرض السمر سلام.
بري وايت هيلاعب ذا بيج ريد ماشين كين في مباراة من نوع حلبة النار. وديت بصراحة بداية كويسة ليا، لان انا شخصية ظلامية زي ما الجمهور متوقع، فانا هلاعب شخص ظلامي في مباراة من نوعية ما بتتكررش كتير، ما كانتش بتتكرر غير الاندرتيكر وكين في اغلب الاوقات. ولكن المباراة كانت جميلة جدا ولقت انطباع كبير جدا من الجماهير وحب للشخصية دي. ازاي قدروا يدمروا كين على الحلبة؟ انا عارف ان كين ما بقاش زي الاول، انه قوته قلت النص بكتير، ولكن اللي احنا عملناه فيه في المباراة ديت اظهرنا قوة الفاميلي وايت وقوة زعيم الفاميلي وايت اللي هو انا بري وايت. وبعد ما انتهت عداوتي مع كين بدأت اهاجم في كل اللي موجودين في الرو وسماك داون واوري الكل قوتي. انا اللي نهيت كين في سمر سلام، وانا اللي هنهي على الروستر ده 1-1، لحد ما بدأت دخلت في عداوة مع نجم الاتحاد وقتها واللي كان الجمهور بيحبه جدا، دانيال براين. ولكن انا عداوتي معاه ما كانتش ان انا عايز اذي دانيال براين، بل بالعكس انا عايز اضم دانيال براين لطريق النور اللي انا راسمه له. انا شايف انك مهمش حاليا، وان الاتحاد رفض يديك مباراة على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون انت وسي ام بانك، وخلى المباراة ما بين اورتن وجون سينا في التي ال سي. فانا شايف انك تنضم ليا لان انا صاحب طريق النور. وبعد محاولة والتانية والتالتة قدرت ان انا اضم دانيال براين لعائلة الفاميلي وايت. ولكن للاسف هم اسبوعين 2 ودانيال براين قلب عليا في مباراة الستيل كيج ماتش. بس انا قررت اعاقب دانيال براين، ومع بداية 2014 بعرض الرويال رامبل واجهت دانيال براين في مباراة جميلة جدا. ومش كده وبس، انا كمان قدرت افوز على دانيال براين. بس هي دي مش النهاية، انا كده انتهيت من دانيال براين، بس انا عايز حاجة جديدة ابدأ اتغذى عليها مرة تانية، علشان في نفس العرض وفي مباراة لقب الدبليو دبليو وورلد هيفي ويت تشامبيون ما بين راندي اورتن وجون سينا اتدخلت في المباراة دي وكلفت جون سينا الماتش. طب انا ليه عملت كده مع جون سينا؟ ليه دمرت جون سينا؟ الاتحاد وقتها كان شايف ان انا بقدم افضل منتج عندي، فلازم يدفعوا بيا دفعة كبيرة. وازاي ما تكونش دفعة كبيرة لما واجه واجهة الشركة الاعظم جون سينا ويتحدد ما بيننا مباراة في الراس المنيا، ودي تكون بداية الدفعة العظيمة لبري وايت. ولكن جون سينا ما التفتش للي احنا عملناه معاه، وقال جايز ان انا مجنون بيحاول ياخد سكسيه على قفا راندي اورتن وجون سينا. بس وقتها الجمهور كان طمعان في مباراة تانية، كان في فريق في الوقت ده قوي محدش قادر يقف قصاده، وهم ذا شيلد. وحصلت ما بيننا مباراة في عرض الاليمينيشن تشامبر. العداوة كانت سريعة وجميلة ما بيننا، ولكن النهاية كانت للفاميلي وايت علشان ناخد تسليم الشعلة ان احنا نكون اقوى فريق حاليا في الروستر كله. بس عشان اللي عمله جون سينا معايا وانه كنسل العداوة اللي ما بيني وما بينه، قررت في نفس العرض وفي مباراة الاليمينيشن تشامبر على لقب الورلد هيفي ويت تشامبيون ودخلنا القفص ودمرنا جون سينا مرة تانية، وكلفناه فرصة كمان علشان يعرف ان بري وايت ما بيعملش حاجة من دماغه، وان هو مش محتاج سكسيه، وان جون سينا عنده سر بري وايت هيقدر يفضحه. وانا مش زي اي نجم هيقف في طريق جون سينا. كل النجوم اللي بتقف في طريق جون سينا اغلبية الجماهير بتبدأ تشجع جون سينا في الوقت ده، ولكن انا المرة دي انا هتكلم بلسان الجماهير، هقول الكلام اللي الجمهور عايز يقوله لجون سينا بشكل مباشر. فانا همسك الميكروفون واقول له يا جون، اوعى انت تفتكر نفسك البطل الخارق، اوعى تفتكر نفسك السوبر هيرو اللي بتحمي الجماهير، البطل المحترم اللي لازم يفوز فوز نضيف على كل خصومه. انت كذاب، مجرد كذاب في الدبليو دبليو اي. بقالك سنين وسنين بتكذب على كل الجماهير دي كلها. انت جواك شيطان ومش عايز تخرجه للناس دي، ولكن شيطان في صورة سوبرمان. انت عمال تدفن في كل نجوم الاتحاد وعمال تدمر في كل نجوم الاتحاد، زي ما دمر دانيال براين وسي ام بانك ومنحهم من اكبر فرصة ليهم. ده لانك شيطان متخفف زي ملاك يا جون. علشان وقتها الجمهور كله يتفاعل معايا ويردد اسم بري وايت، لان بري وايت هو اللي بيقول الحقيقة داخل الدبليو دبليو اي. جون سينا هو مجرد شيطان متنكر بزي الملاك. علشان وقتها عداوتي ضد جون سينا تاخد احداث جميلة جدا، الجمهور كان متفاعل معايا وبيردد اسمي، وكان الكل وقتها ضد جون سينا. كان الجمهور مصدق كلامي لان انا كنت بقول الحقيقة. وانا عرضت عليك يا جون انك تخرج الشيطان اللي جواك ده تحت سيطرتي وتنضم للعيلة بتاعتنا، عيلة الفاميلي وايت، وتقدر تخرج الشيطان اللي جواك وانا اللي هسيطر على الشيطان اللي جواك. ولكن جون سينا رفض، وتحددت ما بيننا المباراة في اكبر عروض السنة الراس المانيا، مهرجان الاحلام. وقتها الجمهور كله كان بيردد اسمي، بيردد اغنيتي، بيعزف معايا في كل حركة بضربها لجون سينا.
possesses of the Bray Wyatt to be able to even do that. وانا كنت مبسوط جدا باللي بيحصل. بري وايت عنده الفرصه وعنده الامل، ولكن انا زي ما قلت للجمهور انا لازم اخرج الشيطان اللي جوه جون سينا. فالكرسي معاك يا جون، وانا اهو بنزل على ركبي ورافع ايدي خالص وبقول لك يا جون فينيش مي، انهيني، طلع الشيطان اللي جواك يا جون، اضربني بالكرسي، هي دي فرصتك علشان تتغير، علشان تتغير للاحسن، بطل تكذب على الجمهور. ولكن جون سينا رفض يضربني بالكرسي، وبعدها فنشني وعمل عليا الاي وثبتني وفاز عليا. وعلشان يلاقي رده غريبه جدا من الجماهير، هجوم كبير جدا على السوشيال ميديا على جون سينا وعلى قرار فينس ماكمان وقتها ان نخسر المباراه دي. انت تعرف ان الراس المنيا 30 ديت كانت هي راس المنيا الاحلام بالنسبه للنجوم الصاعده، كل واحد حقق حلمه. ذا شيلد قدروا يحققوا فوز، دانيال براين قدر يحقق فوز ويحقق انجاز تاريخي لما وحد لقبين العالم، انما انا خسرت ضد جون سينا في مباراه انا كنت محتاج افوز بيها، مباراه كانت هتخلي شخصيه بري وايت وشخصيه الوايت فاميلي توصل للطب. ومن هنا بدأ دفن بري وايت داخل الدبليو دبليو اي. انا ممكن اكون كسبت جون سينا في عرض اكستريم رولز في مباراه الستيل كيج ماتش، ولكن خساره الراس المنيا فضلت مأثره عليا، مش مخلياني اقدر استوعب انا ايه ذنبي ان انا اخسر المباراه دي. انا كنت محتاج انتصر في المباراه دي، بس انا عرفت وقتها ان جون سينا كان هو السبب في الموضوع ده. جون سينا هو اللي رفض يخسر ليا في المباراه دي، وده لان جون سينا كان كاره موضوع الجماهير، ان الجماهير كانت متعاطفه معايا انا. لو كانت الجماهير متعاطفه مع جون سينا في العداوه كنت ممكن اقول ان انا اقدر اكسب، ولكن جون سينا لما شاف الجماهير والتفاعل الكبير اللي معايا حتى في المباراه، جون سينا قال لفينس ماكمان انا مش هخسر المباراه دي، انا لو خسرت المباراه دي هتقلل من قيمتي بشكل كبير قوي. وحصلت اصابه في دراعي، وللاسف قررت اغيب فتره عن الدبليو دبليو اي. ولما رجعت بدات انافس مره تانية بس على صوره القاب الميدكار. بدات احس ان انا هندفن. بري وايت مش هنا علشان ينافس على الالقاب، بري وايت هنا عشان يوري الجمهور الموهبه اللي عنده. ودخلت في عداوه بسيطه مع كريس جيريكو، هما 3 مباريات، كريس جيريكو فاز في اول ماتش وانا قدرت افوز عليه في الماتشين التانيين، والعداوه انتهت ما بيننا بشكل سريع. عداوه ما قدمتش ليا اي حاجه ولا قدمت لكريس جيريكو اي حاجه، علشان بعدها اعلن ان بري وايت هينفصل عن العيله بتاعته، ان كل واحد يشوف طريقه. بري وايت هيروح في طريق، لوك هاربر في طريق، وايريك روون في طريق. وده لان الريتم كان هادي جدا، والتفاعل مع بري وايت بدا يقل بسبب العداوات والقصص اللي بتتقدم ليا بشكل كبير. علشان في عرض هيلينا سيل وفي مباراه دين امبروز والساس فريك الرولنز فجاه ظهرت لدين امبروز بشكل مرعب وهاجمته بشكل وحشي جدا، بس ظهوري في المباراه ده كان بشكل مرعب. عملت حاجات مجنونه علشان وقتها الكل يبدا يعرف ان بري وايت لما يقدم شخصيه منفرده بعيدا عن العيله بتاعته ان الدبليو دبليو هتديله دفعه جديده وان ممكن يعوض مكان الاندرتيكر. وهنا انا لقيت هجوم من الجمهور عليا، محدش كان متقبل فكره ان حد ياخد مكان الاندرتيكر خالص. احنا كلنا عارفين ان الاندرتيكر بعد ما اتكسرت سلسلته في الراس المنيا ريتمه هدي، وان الدبليو دبليو بتعوضه بواحد زي بري وايت، فالجمهور بدا يقلق من الموضوع ده. فعداوتي مع دين امبروز اللي اتحدد ما بيننا مباراه في عرض سرفايفر سيريس انا قدرت افوز بيها بعد ما استاذ دين امبروز ضربني بالكرسي وانتهت بالاقصاء لصالحي. وفي عرض تي ال سي وفي مباراه من نوع تي ال سي ماتش قدرت افوز برضه على دين امبروز، بس بتتحدد مباراه جديده ستريت فايت ماتش ما بيني وما بين دين امبروز في عرض الرو، وبرضه قدرت افوز عليه. وده كان اخر ماتش ليا في السنه كلها اللي قدرت اختمها بانتصار كبير جدا على نجم وقتها زي دين امبروز. قدرت اشارك في عرض الرويال رامبل 2015 بس ما قدرتش اكسب بيه، بس ده ما كانش نهايه الطريق ليا. الدبليو دبليو قررت تديني عداوه جديده اقدر اثبت فيها موهبه، فقررت المح من البروموهات اللي انا بقدمها ان انا بهدد مرعب الاتحاد الاول الاندرتيكر، وواحده واحده الجمهور بدا يتقبل الامر. اخيرا شخصيه ظلاميه جديده هتلاعب شخصيه ظلاميه قديمه. بس هل الاندرتيكر هيلعب في الراس المنيا تاني بعد خسارته ضد براك ليزنر؟ بس للاسف الاندرتيكر من ساعه خسارته في الراس المنيا وهو ما ظهرش داخل الدبليو دبليو خالص. فالدبليو دبليو قالت لي يا استاذ بري وايت لو انت عندك موهبه تقدر تقدمها فالاندرتيكر مش هيظهر خالص غير في المباراه نفسها، فانت اللي هتشيل العداوه من بدايتها لنهايتها، فهل هتقدر تقنع الجمهور بالعداوه ديت ولا لا؟ الواحد هنا قلق، انا هقدم عداوه ضد الاندرتيكر والاندرتيكر مش موجود، يعني السيجمنت كلها كل واحد، انا اللي هقدر اتحكم في المواضيع وفي سرد الاحداث. بس انا قدرت اقنع الجماهير بيا وبالموهبه بتاعتي وان انا اللي شلت العداوه دي من بدايتها لنهايتها، وفضلت اخبط في الاندرتيكر واقول عليه كل الكلام السيء اللي ممكن تسمعه علشان اقدر اسمع تسقيف الجماهير ليا في النهايه. ولكن كلنا عارفين مدى حب الجماهير للاندرتيكر، محدش كان بيكره الاندرتيكر في الموضوع، بس شفت دعم الجماهير للعداوه، وهنا عرفت ان انا قدرت انجح واوصل للجماهير ولكل واحد محب للمصارعه ان بري وايت يقدر يشيل
العداوة لوحده. واتحددت المباراة ما بين الديد مان الاندرتيكر ضد ذا ايتر اوف وورلد ملتهم العوالم بري وايت، الشخصيتين الظلاميتين اللي موجودين في الدبليو دبليو اي. دخلتي كانت مميزة، حتى دخلة الاندرتيكر كانت مميزة، وقدمنا ماتش يعتبر من اهم الماتشات اللي قدمتها في مسيرتي كلها. انا بواجه مثل الاعلى في المجال، اسطورة المجال الحية، الفينام، الديد مان الاندرتيكر. وفي المباراة ديت قدرت اثبت موهبتي ان انا بعرف اصارع على الرينج واتكيف مع واحد من اساطير المجال، شخص انا كنت بشوفه على التلفزيون وبستمتع بلعبه. انا النهارده في مباراة ضده، وبعد المباراة والسبوت الجميل اللي كل جماهير الدبليو دبليو اي شافته، لما انا خلاص بعمل الحركة المعتادة، بمشي على ايديا، خلاص الاندرتيكر انت، علشان نشوف عودة الاندرتيكر مرة تانية والنظرة المرعبة اللي خلاني اشوفها. وفي النهاية قدر يفوز الاندرتيكر، ولكن ما كنتش متضايق ولا الجماهير كانت متضايقة من خسارتي، ودي تفرق عن خسارتي ضد جون سينا. انا واحد بيواجه الاعظم في المجال، واحد اداني ان انا اقدر اقدم العداوة دي لوحدي واثبت للجماهير فيها موهبة. العداوة كانت جميلة ما بيني وما بين الاندرتيكر، حاجة تحفة فنية تقدر تشوفها، من المباراة للعداوة قبلها للكلام اللي انا قلته. بس للأسف انا المفروض نجم جديد داخل الاتحاد، سن صغير، دي تاني راس المنيا ليا اخسرها، واحده قصاد جون سينا والتانيه قصاد الاندرتيكر. ده معناه ان الدبليو دبليو اي بتدفن موهبه، وده اللي انا لاحظته، وكنت متضايق جدا من نفسي على الرغم ان انا كنت مبسوط من مباراتي ضد الاندرتيكر. لكن الامور ما مشيتش زي ما انا كنت عايز. انا كنت حابب ان انا اكون واحد من اللي يكسروا سلسله الاندرتيكر، انا اللي اخد تسليم الشعله الظلاميه منه، انا اللي استاهل الدفعه دي. الدبليو دبليو اي في ايديها موهبه كبيره تقدر تستغلها، ولكن انا بعدها قررت اغيب شهرين عن الشركه. مفيش قصص ليا، مفيش احداث، احنا عارفين الاندرتيكر بيصارع ماتش وبيختفي بقيه السنه، علشان اسمع من فينس ماكمان ان هو قرر يرجع الوايت فاميلي مره تانية، بس المره دي بعضو جديد معانا، وهو المانستر برون سترومان. علشان الشركه وقتها تدخلني في عداوه مع البيج دوج رومان رين، اللي قدرت اتدخل عليه في مباراه الشنطه واخسره المباراه دي، علشان تتحدد ما بينه وما بينه مباراه في عرض باتل جراوند، وقدرت افوز عليه بمساعده من لوك هاربر. بس ما حدش كان متحمس للعداوه اللي ما بينه وما بين رومان رينز خالص، ولكن انا قررت اعلم الجماهير الدرس المره دي، اوريهم موهبه بري وايت. فالسيجمنت اللي حصل ما بينه وما بين رومان رينز اتكلمت ضده بكل ثقه وبكل اريحيه، وقلت لرومان رينز انك ما تستحقش تكون البيج دوج، ما تستحقش تكون السوبر هيرو، ما تستحقش تكون واجهه الشركه، علشان الجمهور كله يتفاعل مع كلامي ويأيد كلامي، لان انا زي ما قلت ان انا هنا لسان الجمهور، بتكلم بلسان كل واحد موجود، عارف الجمهور ده بيقول ايه والاتحاد ما بيسمعوش. فانا هنا هتكلم ضدك يا رومان، واقول لك انك ما تستحقش تكون جون سينا اللي جاي، ما تستحقش تكون السوبر هيرو، ولا تستحق تكون واجهه الشركه. فالعداوه ما بيننا اشتعلت، والجمهور اتحمس جدا للعداوه دي. علشان تتحدد المباراه الثانيه، انا ولوك هاربر هنلاعب رومان رينز ودين امبروز، الاثنين من اعدائي. بس للاسف برضه رومان رينز رفض يخسر ليا المباراه دي، وفينس ماكمان قال لي انت لازم تخسر، وخسرت المباراه فعلا، مع ان انا اللي كنت على حق، انا اللي استحق افوز. ولكن فينس ماكمان كان حابب يدي الدفع لرومان رينز وقتها، واحنا عارفين الكلام ده كويس قوي. وبعد عرض سامر اسلام قدمت للناس كلها عضو الوايت فاميلي الجديد، الوحش المانستر برون سترومان، علشان استكمل عداوتي مع رومان رينز. الوايت فاميلي هيلعبوا رومان رينز ودين امبروز، والعضو المجهول كان مع رومان رينز ودين امبروز كان كريس جيريكو، وقدرنا نفوز في المباراه ديت عليهم، علشان تتحدد مباراه اخيره ما بينه وما بين رومان رينز، هيلينا سيل ماتش في عرض هيلينا سيل، مباراه من نوع قفص الجحيم. بس رومان رينز فاز عليا في المباراه، وبالشكل ده العداوه انتهت تماما. ولكن هل بري وايت هيهدى؟ في نفس العرض كان موجود مباراه ما بين الاندرتيكر وبروك ليزنر، مباراه هيلينا سيل ماتش، وبعد ما بروك ليزنر قدر يفوز على الاندرتيكر اتدخلت في المباراه دي. بس المره دي انا ما دخلتش اهاجم الاندرتيكر بالعصابه بتاعتي، العيله بتاعتي دخلنا كلنا وخدنا الاندرتيكر وخرجنا بيه من المباراه، علشان نقول للجماهير كلها ان العداوه هتبدا مره تانية ضد الاندرتيكر. وفي عرض الربع ده كين اخو الاندرتيكر حاول يهاجم الوايت فاميلي، علشان ناخد كين ونخرج بيه زي ما خرجنا اخوه الاندرتيكر قبل كده. والعداوه هنا ظهرت هتكون ما بين الوايت فاميلي كلهم ضد اخوه الدمار الاندرتيكر وكين، وتحددت ما بيننا مباراة في عرض سيرفايفر سيريس. بس برضو للأسف خسرنا المباراة دي، على الرغم ان احنا كنا اكتر، ولكن الاندرتيكر وكين فازوا علينا، مع انها كانت المفروض تكون العودة ليا، ان انا لازم افوز على الاندرتيكر في المباراة دي وارد هزيمة اللي حصلت في الراس المانيا. ولكن فينس ماكمان ما كانش بيديني اي دفعات، انا اقدم له موهبة واقدم له دعم من الجماهير، وهو كان بيقدم لي دفن مستمر. وتحددت مباراة اخيرة لينا في نهاية عام 2015، الفاميلي وايت هيلعبوا فريق ECW،
مباراة ما كانش ليها اي قيمة بالنسبة لي، حتى ما كنتش فارق معايا اخسر ولا اكسب، ولكني قدرت اكسب المباراة دي واختم عام 2015 بانتصار. فالاتحاد وقتها قال لي انت خصمك الجديد في الراسلمانيا هيكون بروك ليزنر، وهتبدا من الرويال رامبل 2016 اللي هتبدا فيها عداوه مع بروك ليزنر. وقدرنا وقتها من الرويال رامبل نقص بروك ليزنر خارج المباراه علشان تبدا ما بيننا عداوه، ولكن للاسف جات لي اصابه غيرت كل خطط الدبليو دبليو اي. فبروك ليزنر هيلاعب دين امبروز، وانا بسبب اصابتي حتى ما غبتش عن العروض، فضلت اظهر مره تانية. وفينسي ماكمان قال لي طالما مش هتقدر تشارك في الراسلمانيا بمباراه فانت هتشارك بسيجمنت او فقره، والفقره كانت ضد زاروك. وفضلنا احنا والروك في سيجمنت على الحلبه، وزاروك طالب يلاعب احد افراد الوايت فاميلي علشان يلاعب بعدها ايريك رون، وفي مباراه سريعه جدا وبعد 6 ثواني زاروك بيقدر يفوز بالمباراه. ولكن وقتها قررنا احنا نهاجم زاروك علشان وقتها يرجع النجم الغائب والعائد من الاصابه مره تانية جون سينا اللي بيدخل وبيساعد زاروك. والفقره بتنتهي كمان مش ليا، انتهت للروك وسينا. حتى الفقره مش المباراه ما انتهتش ليا انا، علشان بعدها اخد استراحه علشان الاصابه اللي عندي ابدا اتعافى منها وابدا ارجع مره تانية للدبليو دبليو اي. بس لما حصل درافت برون سترومان انتقل لعرض الرو، وانا فضلت في سماك داون انا وايريك روون، وقدرت ان انا اتحدى راندي اورتن في عرض باكلاش في مباراه. ولكن قبل المباراه انا هاجمت راندي اورتن وتسببت له في اصابه، وطلعت على الرينج واستنيت خصمي ان انا لعبه، ولكن تم تبديله بظهور البيج ريد ماشين كين عدو الاول داخل الدبليو دبليو اي. ولكن انا خسرت المباراه ديت بسبب تدخل راندي اورتن وعمل لي ارك او في المباراه، وكين انتصر فيها. بس العداوه ما بيني وما بين راندي اورتن هي مش اي عداوه، هي عداوه هتفضل طويله ومن اطول العداوات اللي انا قدمتها داخل الدبليو دبليو اي. ولكن في كل مره كنت بلاعب فيها راندي اورتن كنت بهزمه، مره بمساعده من لوك هاربر، مره ان انا غش في المباراه، لحد ما راندي اورتن يأس في النهايه من اللي انا بعمله فيه، وقدرت احرك الشيطان اللي داخل راندي اورتن مره تانية لحد ما راندي اورتن قال If you can't beat them, join them. إن لم تستطع أن تهزمهم فانضم إليهم. علشان في لحظة وأثناء مباراتي ضد كين راندي أورتن بيدخل، وافتكرت إن هو هيقف مع كين، شفناه بيعمل أركي أول كين، وبعدها راندي أورتن بيسلم روحه ليا. والشيطان اللي أنا ما قدرتش أخرجه من جون سينا قدرت أخرجه من راندي أورتن ويكون تحت سيطرتي أنا، علشان الوايت فاميلي ياخدوا الطابع جديد بوجود لوك هاربر، بري وايت، وذا فايبر راندي أورتن اللي هيقدم شخصية ظلامية جديدة. ولكن بسبب حب الشديد لراندي أورتن لوك هاربر بدأ يغير من راندي أورتن بشكل كبير، وبدأت تحصل خلافات بسيطة ما بيننا. الخلافات ديت خلتنا نخسر لقب التاج تيم اللي معانا بعد ما فوزنا بيه انا وراندي أورتن. ولكن لوك هاربر كان دايما بيقول لي ان انا مش واثق في راندي أورتن، وان راندي أورتن موجود هنا علشان ينتقم من اللي احنا كنا بنعمله فيه. بس كلام لوك هاربر ما عجبنيش، وقررت وقتها اطرد لوك هاربر من الفاميلي وايت خالص، ويتفضل انا وراندي أورتن بس. وفي مباراة الرويال رامبل عام 2017 قدرت اكون انا وراندي أورتن موجودين لاخر المباراة، ولكن رومان رينز تم اقصائي من المباراة. ولكن بعدها راندي أورتن هو اللي اقصى رومان رينز وقدر يفوز بالرويال رامبل علشان يكون صديقي قادر ان هو يحقق لقب عالم في عرض الراسلمانيا علشان تبدا المنافسه على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون الخاص بجون سينا. ودخلت مباراه الاليمينيشن تشامبر، والوهله فينسي ماكمان قال لي انت اللي هتكون بطل الاتحاد الجديد في المباراه دي. وفي المباراه دي انا ما صدقتش نفسي، الفرحه ما كانتش سايعاني بمعنى الكلمه. حتى انا في المباراه دي قدرت اقصي بطل الاتحاد جون سينا، وفي النهايه قدرت افنش ايج ستايلز وانفذ عليه السيستر اباجال وافوز باول القاب العالم ليا داخل الاتحاد. كانت فرحه هستيريه بشكل كبير جدا، الكل وقتها كان فرحان لبري وايت، اخيرا ملتهم العوالم قدر يحقق لقب عالم داخل الشركه. ولكن انا ما اكدبش عليكم، مش لقب العالم اللي هيظهر قيمه بري وايت. قيمه بري وايت اكبر من اي لقب عالم. بري وايت عشان يثبت نفسه لازم يطلع الموهبه اللي عنده، والجمهور يحس ان بري وايت هو البطوله اللي لازم يشوفها. ان اي مصارع يتمنى يلاعب بري وايت علشان يهزمه. انا لازم اكون زي الاساطير، الاندرتيكر، هالك هوجن، بريت هارت. مش لازم اكون اي واحد يكسب بطل عالم ويحقق لقب العالم وبعدين يخسره والجمهور ينساه. واثناء احتفالي ان بطل الرويال رامبل وقتها راندي أورتن صديقي قال لي ما تقلقش، مش انا اللي اغدر بصاحبي واخد منه اللقب ده علشان بري وايت يبدا يحتفل، مش هيبقى ليا خصم في الراسلمانيا. ولكن وقتها اتحددت منافسات مين هيكون خصم بري وايت طالما راندي أورتن انسحب.
وانسحب. واللي فاز بالمنافسات وقتها كان لوك هاربر، واللي كان متوقع ان هو يواجهني في عرض الراس المانيا، ولكن اتقلبت الاحداث مره تانية. راندي اورتن بنشوفه بيظهر على الشاشه الكبيره ووراه البيت بتاعي، وهو بيكلمني وبيقول لي فاكر لما انا قلت لك ان انا لو ما استطعتش افوز عليك انضم ليك؟ انا النهارده قدرت اعمل اللي انا عاوزه. اتسببت انك تطرد ايريك روم من الفريق، لوك هاربر من الفريق، وبالتالي ما عادش فيه غير انا وانت. علشان في اكتر اللحظات الصادمه راندي اورتن بيحرق البيت والاريا الخاصه بتاعتي انا. حرق بيتي علشان تتحدد مباراه ما بينه وما بين راندي اورتن في عرض الراس المانيا. معقوله؟ وهي ديت راس المانيا الرابعه ليا، بعد راس المانيا اولى ضد جون سينا، راس المانيا تانية ضد الاندرتيكر، والراس المانيا الثالثه اللي شاركت فيها ضد ذا روك في الفقره. فانا لازم افوز، احقق اول انتصار ليا في الراس المانيا. ولكن للاسف راندي اورتن هو اللي فاز بالمباراه وقدر يحقق لقب الدبليو دبليو اي تشامبيون. وفضلت مدفون من وقتها. الجمهور كله بيشوف الاتحاد بيتعامل معايا بشكل غريب. انا اكتر واحد بدخل قصص الاتحاد، انا اللي بكتب بنفسي، مش بخلي الكتاب بتوعك حتى يتعبوا في كتابه القصص. انت يا دوبك بتختار النتائج من القصه بتاعتك، وفي كل مره بتختار ان انا انهزم واخسر في المباراه. ومن بعد نهايه عداوتي مع راندي اورتن قدرت العبه في ماتش اخير في عرض باتل جراوند، وفي النهايه الدبليو دبليو اي عملتني وعملت شخصيه ملتهم العوالم مجرد حشو للقصص. يعني مباراه مصنف اول على لقب مثلا يدخلوني فيها واخسر، يدخلوني اساعد بعض الاشخاص، يدخلوني ادمر بعض الاشخاص، يخلوني اساعد مات هاردي في مباراه اندريزا جاينت في الراس المانيا، احقق مع مات هارد لقب التاج تيم. فضلت حشو مش اكتر، لحد ما قررت اغيب عن الاتحاد لفتره طويله علشان اقعد مع نفسي واقول هو انا اللي غلطت لما تعاونت مع فينس ماكمان، ولا انا اللي عندي الموهبه الكافيه وان الاتحاد مش قادر ينفذ القصص اللي انا بكتبها. لحد ما قررت ان شخصيه ملتهم العوالم الخاصه ببري وايت والفاميلي وايت تنتهي تماما داخل الدبليو دبليو اي. وفي سنة 2019 بعد عرض الراس المانيا الأول، وتحديدا في عرض الرول اللي بعده على طول، بدأت تظهر فيديوهات غريبة وغامضة. علشان بعد الأسبوع الأول والتاني والتالت من الفيديوهات الغريبة والغامضة ديت فجأة بنشوف برنامج جديد، برنامج تحس إن هو مستوحى كده من برامج الأطفال. وفجأة شفنا الباب بيتفتح وبري وايت بيظهر مرة تانية وبيقول باللهجة السعيدة وبكل ابتسامة وتفاؤل وأمل: هو أنا وحشتكم؟ لأن بري وايت كان غايب فترة طويلة جدا عن الاتحاد، بس أنا كنت متأكد ان انا هشوفكم مرة تانية. انا شفت كل حاجة في احلامي، وانا جاي النهاردة علشان احكي لكم الاحلام ديت. بس انا عايز ارحب بيكم في اولى حلقات البرنامج بتاعي اللي انا هقدمه، وهو الفاير فلاي فان هاوس. انت ممكن تشوف ان البرنامج اللي انا بقدمه ده ظاهريا للاطفال، ولكن هو بيحمل ظلام كتير جدا وشخصية سوداوية جديدة جاية للاتحاد. بس ايه شخصية بري وايت دي؟ هيطلع يلاعب الاطفال؟ ده فينس ماكمان شكله هيبدأ يقلل من بري وايت اكتر واكتر. الجماهير بدأت تتكلم عني بشكل غريب، ما عادتش فهماني. فين شخصية ايتر وفورلد؟ فين الشخصية بتاعت ملتهم العوالم؟ الناس كانت مستغربة في البداية، ولكن انا دايما عند رأيي. انا اقدر اقنع الناس بالموهبة اللي عندي وبالكتابة الجميلة اللي انا اقدر اكتبها للقصص الخاصة بيا. وفي اول حلقات برنامجي شفنا صورة خشبية لشخصية ايتر وفورلد، وبري وايت قاعد يبص لها كده باستعطاف. وفجأة حسيت ان حد بيكلمني من دماغي، وحطيت ايدي على دماغي كده كأن حد بيكلمني، وطلعت المنشار وقطعت الصورة دي نهائي. وفي النهاية قلت للجماهير حاجة واحدة بس: من الافضل انك تسمح له ان هو يخرج. بس الجماهير ما كانتش فاهمه هو مين ده ونسمح له ان هو يخرج. وفي الحلقه الثانيه من برنامجي الجمهور شافني وانا قاعد برسم، وقلت للجمهور ان انا بقدر اعبر عن اللي جوايا بالرسم. والرسمه اللي انا كنت برسمها هي رسمه بيت بيتحرق، علشان بعد حلقه والثانيه والثالثه من البرنامج بتاعي اقدر اظهر للجمهور كلهم واقول ان انتوا النهارده لازم تعرفوا السر. هل انتم حابين تعرفوا السر بتاعي؟ وفجاه البرنامج اللي كان بيظهر فيه الاطفال والرسم والحاجات الجميله فجاه تحول لبرنامج مرعب، والسواد كله طلع مرة واحدة. وفجأة شفنا على الشاشة شخصية متوحشة جديدة، واللي ظهر في البرنامج ليهم هو مجرد مسخ شيطان بقناع مرعب جدا، علشان الجمهور وقتها يبدأ يعرف ان بري وايت مش راجع يقدم سخافات ويفضل يلعب مع الأطفال، بل ان الشخصية الظلامية بتاعت ايتر وفورلد ملتهم العوالم هيكون في نسخة أفضل منها، وهي شخصية زفين. وفي الوقت ده بري وايت الكل كان فاكره انه مجرد شخص عبيط، ولكن الشخصية الجديدة اللي انا هقدمها هي شخصية مريض نفسي. زي ما تقول كده عندي انفصام حاد في الشخصية ما بين الشخصية الطيبة اللي انا بقدمها وشخصية زفين المسخ المتوحش اللي راجع يدمر الكل. وفي عرض الرو يوم 15/7 في عام 2019 بعد فوز فين بالور وقاعد يحتفل على الحلبة، فجأة الانوار بدأت تطفي بشكل مرعب، واول ما النور اشتغل لقوا زفين واقف على الحلبة وبيعمل سيستر اباجال لفين بالور. وبعدها بقف وانا رافع
ايديا الكاملة، والنور بينطفي وبختفي مرة تانية من على الحلبة، علشان ده يكون الظهور الاول لزفيند داخل الدبليو دبليو اي، علشان تتحدد مباراة ما بينه وما بين فين بالور في عرض السمر سلام، وده يعتبر اول مباراة لزفيند داخل الحلبة. الكل بقى متحمس، هل هيخش بشخصية جديدة باغنية جديدة؟ ولكن انا فعلا زي ما الجمهور توقع، انا دخلت باغنية مرعبة وشخصية ودخلة ظلامية مرعبة، وبدل المصباح اللي كان منور في ايدي دلوقتي بقى اصبح على الرأس شخصية ايتر فورلد ملتهم العوالم، علشان الجمهور يزداد رعب اكتر واكتر. وفي سمر سلام قدرت افوز بكل سهولة على فين بالور، وقد ايه شافوا ان زفيند لا يمكن ان يتم قهره، وان مش بالسهل ان زفيند يخسر، وان عنده قوة جبارة، وانه ما بيأثرش فيه اي ضربة، وده اللي كنت حابب اوريه لكل الجماهير وقتها. وبعد نهاية عداوته ضد فين بالور ظهرت في البرنامج بتاعي مرة تانية، وظهر معايا دمية فينس ماكمان، والدمية دي كانت بتقولي ازاي انت عايز تتدخل في مباراة برون سترومان ضد سيس رولينز؟ انت اتجننت، انت خلاص عقلك اتجنن خالص. ولكن انا كنت مسيطر على الشخصية دي، فالشخصية بتاعت فينس ماكمان اللي معايا سمحت لي ان انا ابدا اطارد سيس فريك رولينز، واتحددت مباراة ما بينه وما بين سيس فريك رولينز على لقب اليونيفرسال تشامبيون في عرض هيلينا سيل، وفي مباراة هيلينا سيل مات. ولكن فينس ماكمان قال لي انت مش لازم تفوز في المباراة دي، احنا عايزين نظهر قوة تحمل زفين، لدرجة ان سيس رولينز عمل كل حاجة ممكنة علشان يقدر ينهي زفيند، وزفيند ما انتهاش خالص. سيس استعمل كل حاجة في المباراة دي، استعمل الكيندو ستيك، استعمل السلالم، استعمل الكراسي، يعمل لي اكتر من فينش على الرينج، ولكن انا ما بنتهيش. في كل مرة كنت بقوم وانا في كامل لياقة. وهنا كنت حابب اوضح للجمهور حاجة، ان شخصية زفين دي حاجة وشخصية بري وايت حاجة تانية خالص، وكأن في اتنين موجودين، واحد بيصارع على الرينج والتاني بيقدم برنامج، لدرجة ان سيس بدأ يستعمل اساليب عنف اكتر واكتر، ومسك الكرسي وضربني بيه على دماغي، بس ما قدرش حتى يعد عليا عدة واحدة، فحط الكرسي على راسي ومسك السلم ونزل بيه برضه على دماغي، وبرضه ما حوقش فيا اي حاجة، لدرجة ان سيس فضل مصدوم من اللي هو بيلعب، ده مش مجرد مصارع عادي، علشان سيس يجيب الهامر ويضربني بيه على دماغي علشان المباراة وقتها تنتهي بالكي او بدون فايز. مع انها غريبة في مباراة هيلينا سيل تنتهي كده، والكل فاكر ان انا خلاص اتصبت وان الشخصية تم دفنها، والدكاترة والمسعفين طلعوا علشان يشيلوني، علشان فجأة اصحى مرة تانية وبكامل طاقتي وانفذ فينش على سيس رولينز ودمره على الحلبة، علشان في عرض كراون جول اتحدى سيس مرة تانية على اللقب. وفي المباراة دي قدرت ادمر سيس رولينز واحقق لقب اليونيفرسال تشامبيون، علشان تكون تاني بطولة عالم ليا داخل الشركة. وبعد ما فزت باللقب غيرت لونه من اللون الاحمر للون الازرق، وعملت نسخة خاصة لزفين، نسخة مرعبة عليها شكل واقناع زفين ده على اللقب، علشان يدخل بيها وهو داخل ينافس على اللقب في اي ماتش. وهنا بنوضح ان بري وايت فعلا عنده شخصيتين، الشخصيه اللي شايله لقب اليونيفرسال الازرق، والشخصيه اللي شايله لقب اليونيفرسال بالشكل المرعب، علشان ابدا اطارد كل واحد اذاني زمان وابعت له زفين دي يخلص حق منه. واول واحد هبدا بيه هو دانيال براين، الشخص اللي كان عايز ينضم ليا وغدر بيا قبل كده في الفاميلي وايت، فالنهارده زفين ده هيقدر يدمره اكتر واكتر. بس قدرت ادمر دانيال براين في المباراتين اللي اتلعبت في سرفايفر سيريس واللي اتلعبت في عرض الرويال رامبل. بس من هنا انا كبري وايت طالع اقول لك على معلومه خطيره جدا، انا لما ابعت زفين ده لاي مصارع بيواجهه، هو مش بس بيهزمه وبيهينه، ده كمان بيطلع اسوأ ما فيه. مش مصدق؟ خليني احكي لك. اول واحد واجهه زفين كان فين بالور، وبعدها لما فين بالور خسر رجع انكستي وتحول للشخصيه الهيل هناك. لسه مش مصدقني؟ تاني شخص انا واجهته كان سيس فريك رولينز، وخليته يخرج الوحشيه اللي فيه في مباراه هيلينا سيل، وبعدها سيس رولينز اتحول لشخصيه هيل وبدا يقدم شخصيه المصايع. انت لسه مش مصدقني؟ دانيال براين لما كان بيواجهني كان هو شخصيه هيل اصلا، وكان الجمهور مش طايقه، وبعد ما هزمته رجعته فيس مره تانية. حتى زاميز اللي عداوته كانت قصيره معاه لما انا برضو واجهته خرجت اسوأ ما فيه وحولته هيل. اللي انا عايز افهمهولك ان زفين دي مش مجرد مصارع عادي، ده هو مصارع بيغير من شخصيه المصارع اللي قدامه ايا كان هو مين. وانا لسه هثبت لك اكتر واكتر على اللي انا بعمله واللي لسه هيعمله زفين ده مع اي مصارع هيواجهه. ولكن للاسف الدبليو دبليو اي فجاه وفينس ماكمان قالوا لي ان جولدبرج موجود ولازم يكون معاه لقب عالم. فانا كنت في صدمه وقتها، واكبر صدمه في حياتي ان انا لاعب الجولدبرج في عرض من عروض السعوديه، وان الجولدبرج يكون اول شخص يفوز على زفين دي داخل الاتحاد. وبعد مباراه غريبه وعجيبه وجاك هامر غريبه خسرت، وشخصيه زفين دي بتخسر لاول مره داخل الاتحاد علشان ريتم بري وايت يقع. والهجوم وقتها كان على بيل جولدبرج بشكل رهيب على تويتر وعلى الفيسبوك
محدش كان متقبل الفكره. الكل وقتها خلاص بدا يصور على فينس ماكمان، علشان فينس ماكمان يقول لي ما تقلق، هنعوضك، هتخش في عداوه او هتستكمل عداوتك القديمه ضد جون سينا، علشان جون سينا يظهر في عرض سماك داون ويقول سيجمنت عظيم. وبعدها بيقول ان جون سينا ملوش مكان في الراسلمانيا، وهو جون سينا هو خارج بيظهر له المسخ زفين وبيشاور لجون سينا على الراسلمانيا. وبعدين جون سينا بيلبي الندى وبيقرر يقبل التحدي ده. بس انا هنا حابب اقول لك ان جون سينا غلط غلطه عمره، وان اللي بيحصل لجون سينا حاليا داخل الشركه من تحوله الهيل على الجماهير انا السبب فيه. انا السبب ان انا قدرت اخرج الشيطان من جون سينا، خرجت لكم الشخصيه الضعيفه بدايه من اللحظه دي. اللحظه دي هي لحظه ندم جون سينا. بس بسبب احداث كورونا وقتها احنا مش هنلعب مباراه عاديه. انا اتحديت جون سينا ان هو يلعب مباراه فاير فلاي فان هاوس. الجمهور ما كانش فاهم، بس للاسف ما كانش في جمهور يفهم اصلا. الاتحاد بقى من غير جماهير، راس المنيا هتكون في مركز التدريب، فانا هقدم لعالم الدبليو دبليو اي نسخه مباراه لن تتكرر ولن تتكرر ابدا ابدا ابدا. وجون سينا وافق، وانا قلت لجون سينا انك عشان تلعب المباراه دي كل اللي عليك حاجه واحده بسيطه قوي، انك تخش الاوضه بتاعتي وتمر من الباب ده، وبعد ما تمر من الباب ده اوعدك يا جون انك مستحيل تخرج منه زي ما كنت. والمباراه ديت هي اكتر مباراه مليانه بالاسرار داخل الدبليو دبليو اي. المباراه ديت اتعمل عليها حلقه على القناه بتشرح فيها كامل الاسرار والخبايا الخاصه ببتاعه جون سينا. بس اللي انا حابب اقوله لك ان جون سينا خرج من المباراه دي شخص ضعيف مهمش بيخسر كل مباراه ليه داخل الدبليو دبليو اي، لحد ما الشيطان خرج من جون سينا اخيرا. ولكن هو خرج بعد غيابي عن العالم كله، علشان بعد الراسلمانيا ابدا انافس على اللقب اللي اتسرق منه. وبطل اليونيفرسال وقتها كان برون سترومان، اللي اتحددت ما بيني وما بينه مباراه في عرض اكستريم رولز، العداوه اللي استمرت ما بينه وما بينه 5 شهور كامله. مباراه كانت فيها حاجات غريبه، مباريات من نوع غريب، عوده شخصيه ايتر وفورلد مره تانية، تلميح لانضمام اليكسا بليس للوايت فاميلي وانها ممكن تكون السيستر اباجال، وهي فعلا انضمت لينا في المستقبل. والعداوه دي فضلت لحد سمر سلام، لحد ما قدرت افوز على برون سترومان واحقق لقب اليونيفرسال. ولكن العداوه خدت طابع تاني وغريب بعد انضمام رومان رينز للعداوه وعودته في سمر سلام، علشان تتحدد مباراه ثلاثيه على لقب اليونيفرسال تشامبيون، ورومان رينز هو اللي حقق اللقب بعد ما قدرت ادمر برون سترومان ودخل وخد اللقب على الجاهز. علشان اي لقب ليا داخل الدبليو دبليو اي ما بلحقش اقدم بيه اي حاجه. اول لقب عالم ليا بعد شهر 1 خسرته لراندي اورتن، تاني لقب عالم ليا بعد 2 خسرته لاستاذ جدو جولدبرج، وتالت لقب عالم ليا بعد شهر 1 بقدر اخسره لرومان رين، وده يعتبر كان اخر لقب ليا في مسيرتي كلها. بس اللي انا حابب اقوله لك برضه والسر اللي انت لازم تعرفه ان شخصيه برون سترومان اتغيرت برضه بعد ما زفين واجهها، علشان بعدها ابدا افرض الاعيبي وسيطرتي على دماغ اليكسا بليس واخليها تنضم ليا. وقتها انا لازم احارب حد دمرني، وانها شخصيه ايتر اوف وورلد خالص، والشخص ده هو راندي اورتن. وانا حابب اقول لك ان انا راجع علشان ادمر حياه راندي اورتن. كنت زي الكابوس ليه في كل العروض، لدرجه ان انا جننته خالص، ما بقاش عارف يعمل ايه، لدرجه ان راندي اورتن ما كانش عنده اي مانع يعمل اي حاجه علشان يخلص مني نهائي. علشان في مباراه حلقه النار في عرض التي ال سي راندي اورتن بيقدر يعمل كل حاجه علشان يدمرني، لدرجه ان هو حرقني في المباراه بشكل كامل، وافتكر وقتها ان هو اتخلص من زفين دي بشكل نهائي. ولكن الكابوس اصبح اسوأ على راندي اورتن، واليكسا بليس بدات تطارد راندي اورتن في كل حته حتى في احلامه. حتى راندي اورتن حاول يخلص من اليكسا بليس بشكل نهائي ولكن ما قدرش، لانها داخلها روح السيستر اباجال، لدرجه انها حاولت تحرق راندي اورتن لحد ما زفين دي رجع مره تانية وبشكل مرعب عن الاول اكتر واكتر. وتحددت مباراه في عرض الراسلمانيا، ولك ان تتخيل ان بعد البناء القوي الكامل للعداوه دي وكل الطرق اللي بتقول ان براي وايت وزفين ده هو اللي هيفوز في الراسلمانيا، راندي اورتن هو اللي بيفوز عليا. انا مش عارف ليه اختاروه اصلا ان هو يفوز. انا اللي بقدم افضل ما عندي، انا اللي مخلف فتره كورونا دي فتره ذهبيه، انا اللي بقدم القصص، انا اللي بكتبها، وفي النهايه انا اللي بخسر كل حاجه داخل الاتحاد ده. مباراه زي دي كنت لازم اكسبها، مباراه بيل جولدبرج كنت لازم اكسبها، ولكن انا مش فاهم ليه كل الظروف هنا ضدي، ليه كل واحد هنا ضدي. انا اكتب القصص، هم ياخدوا القصص، وفي النهايه يخسروا براي وايت. علشان كده ما حققتش اي انتصار
انتصار في الراس المانيا؟ ما انا مباراتي ضد جون سينا في الراس المانيا 36 دي ما كانتش مباراه، فانا مش فاهم انا هفضل مهمش ومدفون كده لحد امتى؟ علشان بعدها الدبليو دبليو اي شكلها اتضايقت مني واعلنوا ان هو تم تسريح بري وايت خارج الدبليو دبليو اي مره تانية في لحظه صدمه. طب انا عملت ايه؟ ده انا اللي بكتب القصص، انا اللي بعمل كل حاجه، وانتوا بتيجوا في الاخر تقولوا انت اللي هتخسر. في النهايه تسرحوني من الاتحاد علشان تظهر اشاعات ان انا هرجع للدبليو دبليو اي مره تانية او هروح اتحاد اي دبليو. ولكن الدبليو دبليو اي بدات تظهر فيها بروموهات غريبه لارنب بيحاول يحل لغز او بيحاول يوصل للمكان بتاعه. محدش كان فاهم كان مين الارنب ده، بس الارنب ده كنت لمحت عنه قبل كده في برومو من البروموهات بتاعتي. فبدات الشكوك حوالين عوده بري وايت للدبليو دبليو اي مره تانية علشان في مين ايفنت اكستريم رولز عام 2022 تظهر البروموهات والتلميحات لعودتي مره تانية. ورجعت، والمره ديت مش بشخصيه ايتر فورلد ملتهم العوالم ولا شخصيه ذا فيند، وانما بشخصيتي الحقيقيه شخصيه بري وايت. بس انا مش راجع لوحدي، معايا شويه اشخاص كده هيشاركوني الرحله وهم الوايت 6. ايوه الوايت 6 هي فكرتي انا في الاساس، هي فكرتي وكانت هتبقى من اعظم الافكار داخل الدبليو دبليو اي. علشان في اول سيجمنت ليا بعد عودتي كلمت الجمهور بشخصيتي الاساسيه. I don't know if y'all can read this on me, but I'm incredibly grateful. And I got to a point where I thought that everything that I'd ever done here, otherwise I thought it was all meaningless. Nothing I ever did has mattered to anyone. And I was wrong. I was wrong. I can sit here right now today and I can look all of you in the eyes and I can say that you were there when I was weak, when I was vulnerable, when I was down. So I just wanted to say thank you. You all saved my life. وقد ايه ان انا حزين جدا عن اللي حصل ليا، ان انا فقدت اهم شخصين في حياتي، صاحبي اللي سابني وغادر للعالم الاخر لوك هاربر، وايريك روين اللي الاتحاد سربه بره الاتحاد خالص. وبدات اشكر الجمهور على دعمه الكبير والتفاعل معايا، ووعدتهم ان انا اقدم حاجه تليق بيهم. ولكن فجاه ظهر شخص جديد في السيناريو وهو انكل هاودي. Come with me. Your life is done. Forget the future, forget the past. الكل بيتساءل مين ده؟ مين الشخص ده؟ ايه وظيفته؟ هو مين؟ لحد ما اكتشفنا ان انكل هاودي ده هو الشخص اللي هتطلع من تحت ايده الوايت 6، وانه كان بيحاول في اكتر من مره يخرج الشيطان من داخل بري وايت، لدرجه انه في اكتر من مره كان بيقدر يحاول يعمل كده، وكان قريب جدا ان هو ينجح من كده. علشان تبدا اخر عداوه ليا داخل الاتحاد، عداوتي ضد LA نايت. واثناء العداوه دي حصلت الحاجه اللي انا كنت مستنيها من زمان، هو ظهور الاندرتيكر. وبعد ما ظهر الاندرتيكر بدا يسلمني شعلة راية الظلام داخل الدبليو دبليو اي. الحماس كلها خلاص، احلامي بدأت تتحقق، الجمهور بدأ يدعمني اكتر واكتر، بري وايت راجع للنور مرة تانية، وقدرت افوز على LA نايت في مباراة غريبة وعجيبة جدا. وبعد المباراة شفنا ظهور انكل هاودي، وبعد المباراة قررت ابدأ رحلتي للراس المانيا. وقتها كان محدد ليا ان انا هلاعب بابي لاشلي، ولكن بسبب اصاباتي ومرضي غبت عن الاتحاد مرة تانية بسبب الظروف الصعبة اللي انا بمر بيها، وغبت عن الاتحاد فترة طويلة جدا جدا لحد ما الجمهور بدأ يقلق. هو بري وايت ليه غايب الفترة دي كلها؟ هو رجع يقدم حاجة حلوة، هو ليه غايب؟ بس للأسف في يوم 24 أغسطس عام 2023 تريبل اتش بيطلع على تويتر وبيعلن وفاة في خبر صادم جدا للجماهير. بري وايت بيرحل عن الاتحاد، لا بري وايت بيرحل عن العالم كله، في خبر صادم جدا. أنا كنت حابب من عودتي إن أنا أقدم لكم حاجة محترمة، حاجة تليق بيكم، حاجة تفتكروني بيها، ولكن للأسف الموت سبقني واتخذت روحي وغادرت لعالم خارج العالم اللي احنا فيه. بعد الخبر الصادم اللي شهدته عالم المصارعة ده كله، الناس لسه بتردد اسم بري وايت، لسه بتحب بري وايت، لسه في من ريحة بري وايت في العروض. وبس كده، ده كان العشاء الأخير، القصة الأخيرة لشخصية بري وايت. هتوحشوني، والأهم دايما إنكم تفضلوا ترددوا اسمي، وما تنساش دايما إن أنا موجود في عقلك، ولو بصيت في المراية هتشوفني جواك.
Never say never.